معطيات صادمة بخصوص الأمن الغذائي في المغرب. الدولة لم تعد وصية على المجال الفلاحي. إسرائيل تتغول، تسرق الأرض وتستنزف خيرات البلاد. منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام 2020 تسير العلاقات في منحى تصاعدي يتناسب طرديا مع ارتفاع منسوب الخطر. تحذيرات تتصاعد بصوت الفلاحين خوفا من خطط الاحتلال الإسرائيلي. التطبيع في هذا المجال والاختراق الصهيوني في هذا المجال يهدد هذا الأمن الغذائي في بلادنا، ويكرس علاقة غير طبيعية، يكرس وجود منتوجات صهيونية تنافس أولا المنتوج المغربي، ثم إلى أي حد نضمن سلامة هذه المنتوجات. على الرغم من أن التطبيع لم يمض عليه سوى عامين، فإن الأرقام الخارجة من المغرب صادمة وتعطي مؤشرات لصورة خطيرة للغاية. فكيف تحتل إسرائيل أراضي المغرب؟ تغول سريع. بعد التطبيع أصبح 80% من بذور الخضروات المتداولة في الأسواق ذات مصدر إسرائيلي. كما يعمل الاحتلال على إغراء المهندسين بالاشتغال في شركاته. أضف إلى ذلك أنه حاضر بشكل كبير في تزويد المغرب بالكثير من حاجاته في قطاع البذور ومعدات الري الموضعي والأسمدة الذائبة، ثم الإنتاج الزراعي والسمكي. إذن فنحن أمام تبعية مغربية كاملة لإسرائيل. لكن هذا ليس كل شيء. في مارس 2023 أعلن مكتب الكيان الإسرائيلي بالمغرب عن افتتاح شركة نيتافيم العبرية المتخصصة في مجال حلول الزراعة الدقيقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نسلط الضوء قليلا على زراعة فاكهة الأفوكادو والخطر الذي تشكله إسرائيل على المغرب. فهذه الفاكهة معروفة بالاستهلاك الكبير للماء، إذ تتطلب من 2271 إلى 4163 لتر ماء. أما خلال فترات الجفاف الشديد فإنها تتطلب ما يصل إلى 4542 لترا، بينما تحتاج الأشجار الصغيرة التي يصل طولها إلى 1.2 متر إلى ما بين 75 و7 و151 لترا. ولكم أن تتخيلوا كمية المياه المستنزفة من المغرب. الأمر الآخر أنه سيجرى تصدير الأفوكادو بعلامة صنع في المغرب، وهي بذلك معفاة من الضرائب، في حين أن عائداتها المالية ستذهب للاحتلال. السرطان الإسرائيلي. لدرء الخطر عن بلادهم يعمل مناهضو التطبيع على التوعية بمخاطر هذا السرطان الإسرائيلي الذي ينخر جسم المجتمع والدولة المغربية. لكن سؤالا يطرح نفسه حول لجوء المغرب إلى التطبيع الفلاحي مع الاحتلال يجيب عنه الناشط المغربي محمد الليحاني فيقول: إنه جاء بعد فشل المغرب فيما يسمى المخطط الأخضر الذي أطلقه عام 2008 وزير الفلاحة آنذاك رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، وكان هدفه دعم المزارع والزراعة الوطنية. لذا فإن هناك مخاطر حقيقية على مستقبل الفلاحة والزراعة، لأن الأرض وخيراتها ستكون حكرا على الشركات الإسرائيلية المصدرة للمنتوجات. والحل يكمن في وقف التطبيع في أقرب وقت، لأن الارتهان للكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى الخراب.